ايوه يا ريس، هخلص تصوير وارجع اكتب المقال حالا. سلام. صباح او مساء الخير حسب التوقيت المحلي لواتكم يا كباتن. اهلا بيكم في حلقه جديده من انديه منسيه من دكان كوره. كلامنا النهارده عن ابطال الدوري سابقا وفخر مدينه الاسكندريه. بتبدا حكايتنا سنه 1905 مع طالب اسكندراني اسمه علي مخلص الباجوري. راح انجلترا في بعثه علميه يدرس، وهو هناك اتفرج على كره القدم، يعني اتفرج على الكوره في بلاد الانجليز اللي عملوا الكوره. الموضوع سيطر عليه جدا لدرجه انه لعب هناك في انجلترا لنادي من الانديه الانجليزيه، وبعدين رجع اسكندريه. ما هو اللي يشرب من النيل لازم يرجع له تاني، وقال مع نفسه انا هاخد شقه ايجار اوضتين وصاله واعملها مقر لنادي رياضي. الكلام ده كان في محرم بيك، ويبقى اول نادي رياضي في اسكندريه ويسميه نادي النجمه الحمراء. علي ما كانش شاب مترعش، بس كان مجنون كوره ونفسه يشوف نادي في اسكندريه يكون للكوره بس العين بصيره والايد قصيره، لدرجه ان لعيبه الفريق كانوا بيغيروا هدومهم في اوضه صغيره جنب النادي. وبعد 10 سنين وبعد ما علي اشتغل في الجمارك، قال لك احنا هندخل موظفين الجمارك في عضويه النادي، ونخلي الاستاذ سامي حسين مدير الجمارك يبقى اول رئيس لنادي الجمارك. وفي سنه 1924 بيقرروا ان هم يغيروا اسم النادي لنادي الموظفين او موظفي الحكومه. الفريق كان بيشارك في الكاس، بس هو الفريق كان ليه اسم غريب شوية، او يعني لقب عجيب شوية. كان في الوقت ده بيسموه نادي خرابة وابور المية. اسم غريب جدا علشان النادي كان موجود في ارض جنب ارض اسمها وابور المية. ايامها كان في واحد اسمه النبيل عباس حليم، كان مقرب من الحركات العمالية وصديق شخصي للباجوري، وكان نفسه النادي يكبر لغاية ما لقى حتة ارض واسعة كده، فقال خلاص هنا هنوسع النادي. فراح قال له سيب لي الموضوع ده، وقام طلع على وزير الماليه قال له احنا عايزين حته الارض دي عشان نوسع بيها النادي. قال له مش يا بابا من هنا، انتوا عايزين الرجاله تقلع وتغير وتلبس شورتات ويلعبوا كوره؟ الرجاله ملهاش غير لعبه الضمنه اخر الليل على القهوه. عباس ما يقسش، استنى سنه لغايه ما الوزير اتغير وراح للوزير الجديد وقال له نفس الفكره. فالوزير الجديد قال له تمام انا موافق، وقاموا رايحين على الارض اللي كانت في محرم بيك. وقام جه راجل يوناني ايطالي وراح رافع علم اليونان ومبلطج وقال لهم الارض دي بتاعتي، واللي مش عاجبه يروح يشتكي للانجليز. تخيل انت بقى، البيت بيت ابونا والغرب يطردونا. بس الكلام ده ما بياكلش مع الباجوري، قام راح جايب الرجاله ونزل على الكوخ كسروا على دماغ الراجل اليوناني ده، وراحوا مرمينه بره وقالوا له This is اسكندريه. وتوسع النادي اخيرا في محرم بيك. اللي عمله الباجوري كان دافع قوي جدا لتأسيس أندية تانية في اسكندرية. في سنة 1924 كان عباس حليم رئيس اللجنة الأولمبية، وفي السنة دي أبطال النادي الأولمبي حققوا مشاركة مهمة في الأولمبياد. فالراجل لما رجع من هناك عمل جمعية عمومية وغير اسم النادي للنادي الأولمبي. وتيجي أولمبياد 28 اللي في أمستردام، ومصر تشارك في أكتر من رياضة، ويتألق لعيبة الأولمبي اللي كانوا موجودين بيلعبوا رياضات تانية. وفي نفس السنة النادي بيتنقل لمكانه الجديد في تلال الحضرة. وبعد سنتين وفي سنة 1930 أخو الملكة نازلي وخالي الملك فاروق حسن باشا البصيري يمسك رئاسة النادي الأولمبي. الراجل ده بقى كان بيحب الكورة، وجاب عربية وطلع على الترام والسكة الحديد وحمل فيها أحسن لعيبة من الفرق دي عشان يجي الفريق في موسم 32-33 يكسب كاس مصر بعد ما يغلب السكة الحديد في قبل النهائي، ويكسب الأهلي نفسه في النهائي بنتيجة 3-1 وياخد أول ألقابه. وما يسكتوش على ده بس، علشان تاني سنة يحافظوا على نفس البطولة ويكسب الأهلي في قبل النهائي 3-0، ويبقى الأهلي رسميا مدمن تلاتات من الأولمبي، ويكسب الزمالك كمان في النهائي بنتيجة 1-0. وبكده يبقى كسب الأهلي والزمالك في نهائيين متتاليين، وما بيظلمش حد على حساب حد. فريق كسب كاسين ورا بعض، وكان على مشارف انه يحقق البطولة الثالثة، بس للأسف دي بتكون آخر بطولة كاس يكسبها الأولمبي في تاريخه، علشان ابن بلده الاتحاد يكسبه في النهائي ويحرمه من تحقيق 3 بطولات كاس ورا بعض. الأولمبي بيشارك في الدوري في أول نسخة منه سنة 1948، ووقتها طلع سابع الدوري. ويجي بقى موسم 65، ده الموسم التاريخي للأولمبي. خد بالك بقى، وقتها ومن ساعة ما الدوري ما بدأ بطل الدوري ما خرجش أبدا من القاهرة. أهلي، زمالك، ترسانة. الموسم ده تحديدا الإسكندرانية شايلين لهم مفاجأة.
الاولمبي بيبدا الموسم بقياده فنيه لليوغوسلافي بوبا ميخاسروفيتش. الراجل كان بقاله 3 سنين مع النادي، وكان معاه محمود بكر وكابتن سكران وكابتن كلاوي واحمد زنجر، دي اسامي اكلات مش لعيبه كوره، ومصطفى شتا، وطبعا كابتن سعيد قطب كابتن الفرقه، واخيرا نجم الموسم كابتن عز الدين يعقوب. الفريق بدا بمكسب قصاد القناه، بس بعدها بيخسر من الاتحاد ويتعادل مع السويس ويجي ماتشه مع الاهلي، فبيكسب الاهلي 2-0 ويرجع يخسر من الاسماعيلي بعدها 5-1 ويخسر من الترسانة بنتيجة 1-0. بسم الله ما شاء الله، نتائج مبشرة. بس بينهي الدور الأول بفوز على الزمالك بنتيجة 3-1، وواضح إن هما ما بيفوقوش غير على الأهلي والزمالك. الدور الثاني الزمالك بينتفض وما بيعتمدش حد قدامه وبيدوسوا على الكل. عز الدين يعقوب وبدوي عبد الفتاح بيقودوا الهجوم في الأولمبي. عز الدين كان عنده مشاكل في القلب، والدكاترة كانوا نصحوه إنه ما يلعبش كورة تاني، بس هو صمم إنه يكمل ويلعب الدوري يمكن يكسبه. ومحمود بكر والسكران وقطب في نص الملعب محدش بيعدي وبيكسبوا الكل كالعاده. كسبوا الاهلي تاني، بس يا ترى كام بالظبط؟ كسبوا 2-3. ويقوم للاسماعيلي يقول له انا بتكسبني 5 في الدور الاولاني، بس خد بقى ال5 دول، بس 5-0 مش 5-1. الاولمبي مش همه حد ولا شايف حد قدامه. جمهور الاسكندريه كان بيقفل الاستاد لدرجه ان النادي اعلن ان ايرادات التذاكر ارتفعت من 2600 جنيه ل 20000 جنيه سنويا. الحلم بيقرب والطموح بيعلى، ويجي يختم الدوري وتحديدا يوم 25 ابريل سنه 66 وفي اسكندريه ومع منافسه المباشر الزمالك. بيكسب الاولمبي بهدف من رأسية لمهاجمه عز الدين يعقوب قبل نهاية الماتش ب4 دقايق. واخيرا الدوري يطير بره القاهرة ويروح لاسكندرية. الاولمبي بطل للدوري يا بشر. النادي بيعمل احتفال كبير بمناسبة فوزه بالدوري، وبيحضر عبد الحليم حافظ وبدرية السيد، وبيتعمل حفل تكريم للمدرب بوبا اللي قرر يسافر على المانيا. وتتقال جملة شهيرة في الحفلة: بوبا نجح في اللي عجز عنه الاسكندر الاكبر. للاسف الموسم اللي بعده الفريق ما قدرش يحافظ على لقبه ويطلع في المركز السادس، بس الاسماعيلي بيكسب اول لقب ليه في الدوري، وبكده وسنتين ورا بعض دوري اسماعيلي دوري اسكندريه. ويوصل الاولمبي لنهائي الكاس لكن يخسر قصاد الترسانه. بس في الموسم ده الاولمبي يبقى اول فريق مصري يشارك في دوري ابطال افريقيا، لكن للاسف الفريق بعد ما يوصل لدور الثمانيه بينسحب من البطوله بسبب حرب 67، وبعدها الدوري بيقف لسنين طويله وتنتهي قصه افضل فريق في تاريخ الاولمبي. ورغم ان الفريق قدر يحقق المركز الثالث سنه 78 والمركز الرابع سنه 80، الا ان ابطال موسم 65 يفضلوا هم الجيل الذهبي في تاريخ نادي الاولمبي. الفريق خرج نجوم كتير بعد كده، كان من اشهرهم طبعا كابتن احمد الكاس اللي كان جايب 108 هدف في الدوري. جمال حدوته الاولمبي ان اللي بدا المره دي شخص عادي، ما كانش باشا ابن باشا ولا كان وارث قرشين، ده واحد تعب واتخانق وعافر علشان ياسس النادي اللي من يوم ما بدا وهو مرتبط بالناس وبالعمال والموظفين. وعايزك تتخيل معايا كده لو كان الدوري ما وقفش سنه 67 وكمل، كان هيبقى في فريق بينافس الاهلي والزمالك والترسانه والاسماعيلي، وكنا هنقدر نشوف تنوع في بطل الدوري. امتى نرجع نشوف الاولمبي تاني ويبقى عندنا ابطال للدوري غير الاهلي والزمالك؟ طبعا دي احلام، بس ما نحلم يا سيدي، ايه المشكله؟ المقال يا ريس دقيقتين ويكون عندك. سلام يا كباتن. حاضر يا ريس.